ضربه الجزاء مش ضربه جزاء. قلت له يا اخي يعني 1000 واحد ليه طار معاك يا عتريس يعني انت يعني نقدر نقول لجماهير الاهلي الف مبروك. الاهلي بقى عنده مدير فني بجد. الاهلي خلاص بنعمل الحلقه اللي فاتت مسك الطريق. عندنا احداث كتير النهارده، طبعا الاهلي والزمالك في افريقيا، بس خلينا قبل ما نبتدي في اي احداث نرحب بكابتننا الدائم كابتن ياسر راشد. ربنا يخليك يا ابو سيف، وبشكرك على المقدمه، وانا تملي ببقى مبسوط لما ببقى معاك. يعني بجد من المذيعين اللي الواحد يعني بيحب يتناقش معاهم، قروي وفاهم، وبنقدم بنقدم معلومه كويسه للناس يعني. بس الاول قبل ما نخش حبيبي يا عم سيف، الله يخليك. ماشي، هاخد نسكافيه. محمد عايز نسكافيه لبن صح؟ بلبن. عايز نسكافيه بلبن، كوبايه شاي بالنعناع. شاي بالنعناع، لا مش فاكر، شاي بالنعناع عادي. نسكافيه بلبن. عندنا الاهلي والزمالك الاثنين كسبوا، الاثنين تعادلوا. الاهلي عمل ماتش كويس والزمالك لحد ما. خلينا الاول نبتدي بالزمالك الاول. شايف ماتش الزمالك ازاي، وشايف تعادل الزمالك قدام كايزر تشيفز ازاي؟ والله طبعا هي المباراه يعني عشان نتفق ان المباراه خارج ملعبك، والمفروض ان انت يعني ما كسبتش ما تخسرش. فيعني الهدف اللي هو موجود فيه نادي الزمالك، ان نادي الزمالك فرقه كبيره، فرقه كايزر برضو فرقه كويسه وعلى ملعبه في وسط جمهورها. برضو ان انت تخرج ببونت مع المكسب السابق. يعني دوري المجموعات تملي هو دوري تجميع النقاط. بس هنا يمكن السلبيه الوحيده اللي كانت ان الزمالك كان في ايده الفوز لاخر لحظه. يعني برضو جون، يعني انا شايف ان هي يسال عليها محمد صبحي. بس فطبعا هو الواضح ان احداث ما قبل المباراه يمكن اثرت على مركز حراسه المرمى. هو بيبقى محتاج تثبيت، محتاج ان انت برضو معلش ما تشتغلش فيه كتير، ان انت تقعد لا، بيبقى محتاج تغيير عواد. طبعا ما فيش شك ان ده يسال عليه برضو كابتن احمد عبد الرؤوف. لماذا عدم الاستعانه بعواد؟ ما هو برضو يعني الاستعانه بمحمد صبحي جون كويس. اللي بيتقال ان عواد عمل مشكله ما تعرفش ايه هي. هو كان عارف اللي هو قاعد على الدكه فما رضيش فجور يقدر يتخانق معاه. برضو يا سيف، انا لما اجي اقعد لعيب لازم اكون ممهد الكلام ده من فتره، ان انا بقول انا بعمل الدور ما بين فلان وما بين فلان. تمام. انما اكيد ده اكيد ده ما تمش. عشان كده عواد طبعا يعني كان يعني رافض حته ان هو يبقى موجود على دكه الاحتياط. هو الراجل بيقول انا ممكن يكون انا المباراه اللي فاتت واللي قبليها يعني في حاجه يا كابتن غريبه حصلت، مش عارف خدت بالك منها ولا لا؟ بس حصلت في الاهلي والزمالك. وهي اكيد مش صدفه. مصطفى شوبير خد الماتش اللي قبل التوقف الدولي قبل بطوله افريقيا. تمام. وشوبير والشناوي قعد قال لك انا اتصبت وقعد. تمام. شوبير هو اللي خد الماتش بتاع الجيش الملكي. وصبحي هو اللي خد الماتش بتاع النهارده اللي هو قبل ماتش المعاصر. تمام. هل الزمالك كان عايز الاثنين دول يلعبوا الماتش ده عشان الاثنين يروحوا المنتخب يبقى حد فيهم هو رقم 2؟ يعني شوبير هو طبعا يبقى رقم 2، فهو اللي خلى الاهلي يلعبه. وصبحي نفس خلينا نتفق ان حته بقول لك حراسه المرمى ده مركز حساس جدا. يعني اللي بيلعب عاوز يخلد الى يوم القيامه، يعني عاوز يفضل اللي بيلعب حتى لو وحش والكلام ده كله. فطبعا الاصابات دي بتبقى اصابات سياسيه، يعني اصابات يعني واخد بالك. ده هو عنده شد 10 ايام. طبعا احنا ما كشفناش، ما رحناش شفنا، يعني ما خدناهوش مثلا واخد بالك عند الدكتور وتاكدنا. فلما بيتقال لنا ان هي اصابات وبتاع خلاص هو اصابه حصلت في صبحي وشوبير. تمام. فانا بقول لك مركز حراسه المرمى في الاهلي والزمالك هو مركز يعني اي حد بيبقى موجود فيه. يمكن الكابتن احمد شوبير زمان قعد مثلا 8 سنين بره القايمه خالص. كان في اكرامي وكان في ثابت، فطبعا هو ما يقدرش يقرب، واخد بالك. حتى كمان اللي كان بيطلع من الناشئين، يعني يمكن ايهاب جلال طلع برضه، واخد بالك. طب هيلعب على مين اذا كان شوبير اللي بيقول لك انا ايوب الكره المصريه مش عارف يلعب ماتش حتى اعتزال، واخد بالك. فهي مراكز حراسه المرمى. بس هي تتفسر كده الاثنين عينهم على المنتخب، فالاثنين عايزين يكونوا مكان في المنتخب، والاثنين لعبوا. بص يا كابتن، هو المفروض دي بتبقى عاوزه حنكه من المدير الفني. يعني عاوز مدير فني صايع يقدر
يخلي الناس اللي موجوده دي وقاعده بره راضيه. تمام. او يمكن قبل كده في مدربين حراس مرمى يعني برضو دماغهم حلوه، يعني بيقدر يعمل البالانس ما بين الحراس، يفهمه ويقول له برضو ايه في ادوار وبتاع، وانت لسه دورك جاي والكلام ده كله. الخبرات كل مره خلي بالك النسكافيه بيتحسن عن المره اللي قبلها. لا لا كمان بيعمل الرسمه دي بتقلبني الرسمه دي، خلي بالك. الفنان اللي بيعمل لك الرسمه بصراحه. شكرا. تسلم. ايه ده؟ بص يا سيف، يعني انت شايف اللي هيتحمل مسؤوليه الماتش المدير الفني. بص يا كابتن، المدير الفني هو اللي المنوط بيه، هو اللي لازم يعمل كل حاجه. يعني مثلا مدرب حراس المرمى جه بيتفق معاه، لا انا ليا رؤيه فنيه، يعني ليا انا راجل مفنش معايا الماتش اللي فات، تمام، وشغال كويس والله عشان المنتخب. تمام. شوبير لعب عشان المنتخب وصبحي لعب عشان المنتخب. فطبعا يعني يمكن مش انا مش شايفها. لا محمد صبحي بصراحه النهارده يسال على المباراه اللي ضاعت من الزمالك. ما احنا معلش، انت عاوز تلعب، اللي بيلعب ده سيف وعمال يقول لك انا عاوز العب عاوز العب عاوز العب، لما يلعب ما يخرجش، لما يلعب يوري الناس الاداء اللي هو يخليه يقتنعوا ان الراجل ده يبقى موجود. النهارده جون يتسأل عليه حارس مرمى، تمام. معلش يعني يا محمد صبحي، هو انت يعني كنت ما شاء الله قبل كده مثلا جايب لنا بطوله اوروبا مثلا قبل كده؟ ما انت طول عمرك جون مالت، يعني ارضى بنصيبك واقعد وبتاع، واخد بالك. ما بتحبش يا عم. لا محمد صبحي بصراحه انا بشوفه يعني اعرف ان الزمالك على طول هيتغلب او هيتعادل، هو ما شاء الله يعني واد بشوش يعني واخد بالك. فيعني ربنا يسهل، هو ده قدرنا بقى، هنعمل ايه طيب. انما عواد قده 10 مرات بصراحه، يعني عشان تبقى ما كانش عواد هو اللي والله العظيم عواد بصراحه انا يمكن معاه في حته ان هو ايه لا ما يقعدش لانه هو جون كويس. طب شيكو بنزل النهارده عمل ماتش حلو، وناس تقول ماتش حلو وناس تقول ماتش وحش، الناس لسه مش فاهماه. شاف شيكو بنزل دلوقتي، هو الجناح الاساسي للزمالك دلوقتي. هو الولد ده عنده، خلي بالك، عنده امكانيات كويسه حلو، بس لازم برضه حد يشتغل معاه، يعني حد يقول له يا ابني ان انت وظايف الهاف واخد بالك ليها 1 2 3. اول وظيفه ان انت تاخد الكوره وتسحبنا لقدام واخد بالك بطريقه كويسه وتقف عليها طبيعي، زي عشان تجيب الناس معاك. عنده الاولى بس ما عندوش الثانيه. هو يعني في واحده في الماتش اللي فات بصراحه بتاعت الفرقه اللي كانوا بيلعبوها دي صعب عليا قوي، استلمها وعاوز خارجه من نص الملعب، يعني ده يعني ابجديات عندك سرعات وعندك كل حاجه. ابتدي ده شغل بقى مدرب، بقى ده شغل مدرب بياخد في المساحات. المفروض بعد ما بياخد في المساحات يعمل ايه؟ يقف بيجيب الناس معاه، يرفع وشه واخد بالك. ما هو ما عندوش المهاره برضو 1 على 1 دي واخد بالك، مش موجوده عند اي هاف، الا يمكن موجوده في اشرف بن شرقي بس هو الوحيد اللي هو ايا كان هو الوينج الاساسي خلاص. ما امر واقع. طب ما هو هيلعب عليه مين؟ ادم كيد ولا هيلعب عليه حتى وحشته احسن واخد بالك معالي مين دول يا عم؟ ما انا يعني احنا نادي الزمالك اتفقنا ان هو محتاج عناصر كتيره، بدليل ان الراجل النهارده عمال يرقع في نص الملعب، جاب محمد اسماعيل وقام ملاعبه، تمام. ما هو برده طب هيعمل ايه؟ جاب سيرد باك وقام ملاعبه 6، تمام. ما بدليل ان هو عشان برضو محمد السيد غايب، وعشان في ناس في نص الملعب ودونجا برضو واخد بالك، فالراجل مضطر برضو بالقماشه اللي معاه. عوده الجزيري والتاني ماتش بيسجل وبيكسب الزمالك لتاني ماتش، تمام. ما هو الجزيري يا كابتن سيف احنا قلنا ان هو فرود كويس، الراجل فييرا اللي مشي ده ما كانش مقتنع بيه، تمام. خلي معاه في اول تمام. دي مشكله. الحب والكره في كره القدم غلط، الحب والكره غلط، تمام. الجزيري هو الفرود رقم 1 في الزمالك، ما ينفعش يلعب عليه الدباغ ولا ينفع عليه تمام، ولا ناصر منسي ينفع يلعب عليه. فرود بيعرف من انصاف الفرص، حتى لو هو وحش. هو انت اللي ما فوقتوش، انت اللي ما اديتوش وضعه، انت اللي كل شويه تقول اصل انا هعايرك، انا همشيك، تمشي مين يا عم؟ هو احنا ما بنصدق نجيب لعيب كويس تيجي انت تمشيه واخد بالك، وتروح تجيب لي تقول لي ده الدباغ ومش عارف ايه. وانا ميزه الجزيره يا كابتن اللي هو حتى هو وحش
انت متاكد ان هو ممكن في واحده يخلصها؟ يا عم هو هي دي ما احنا فراوده ده اللي لازم تقف قلنا. في الملعب. هو ماتش زيسكو الكرة اللي جابها سيف الدين الجزيري صعب. ما يجيبهاش غير سيف الدين الجزيري. ليه؟ الراجل قاطع واخد بالك ولافف وقرار تاني. تمام. مين النهارده في الفراوده بيقعد؟ ده في ناس بتجيلها كور في الستة ياردة بتوديها على الكشافات فوق. يعني معلش يعني الفراوده دي عمله نادره، عمله نادره. لما يبقى عندك فرود حافظ عليه، اتكلم معاه كويس، اديله فلوس كويسه، لان هو ده اللي هيترجم لك. طيب شايف الزمالك دلوقتي كده وضعه في المجموعه يخليه يصعد مستريح؟ مفيش صعوبات في المجموعه؟ هو والله بص يا كابتن خلينا نتفق ان المصري برضه فرقه كوره كويسه. ما هو الزمالك والمصري تمام. ولا كايزر ولا زيزو. فبرضه ممكن يعني برضه النتائج بناء عليها في دوري المجموعات دي هي من اخطر حاجه في دوري المجموعات. اولا عندنا سلبيه كبيره جدا ان مفيش فار، واخد بالك، ودي علامه استفهام في البطولات، كارثه كبيره جدا. تمام. فانت ما تضمنش، انت في نتائج ما تضمنهاش عشان مش هيبقى فيها عداله تحكيميه، عشان نتفق. فالمصري برضو يعني من الفرق اللي هتبقى فيه صعوبه للزمالك في تخطيها في المباراتين، عشان تبقى فاهم. ماشي بس يعني هو المصري رقم واحد والزمالك اثنين، او العكس، الزمالك رقم واحد والمصري. شايف زيزكو او كايزر ده يخشوا في الحسبه؟ ممكن وارد. الكره فيها كل حاجه، وده اللي لو الزمالك كسب النهارده كان قطع شوط كبير. كان خلاص يعني كان قطع شوط كبير. الله ينور عليك. كان قطع شوط كبير. النهارده انت الزمالك بيفرط في فرصه، واخد بالك، وبعدين في شبح بيطارده خروجه من البطوله دي السنه اللي فاتت. دي عامله ضغط نفسي وعصبي على اللعيبه وعلى النادي. فربنا يستر المرحله اللي جايه يعني. طيب خلينا نروح للماتش الاجمد بصراحه، وكان ماتش جامد. تحس ان انت بتتفرج على نهايه مباشره. ماتش ما كانش تحس ان انت بتتفرج على ماتش في دور المجموعات، الاهلي والجيش الملكي. وكل مره وكل ماتش الاهلي بيحسسك ان بقى عنده مدير فني في ايه؟ ان خلاص الفرقه بقت واقفه على رجليها، اللعيبه التشكيله بقت ثابته، الاهلي هو متاخر عارف الاهلي هيرجع، اللعيبه متماسكه في الملعب. دي كلها شغل مدير فني بدا يظهر مع الاهلي. شايف بصمات يستر اوروبا مع الاهلي في الماتش ده تحديدا، او عموما من اول ما جه مع الاهلي؟ بمنتهى الامانه عشان اكون منصف، احنا تملي قعدنا فتره كبيره جدا نهاجم النادي الاهلي، وقعدنا نقول في بعض اللعيبه تمام. النهارده بمنتهى الحياديه وحقيقه الراجل قدر يقف على شكل النادي الاهلي، ويقف على ثبات تشكيل للنادي الاهلي، ويقف على تغييرات كمان بتصنع الفارق وبتصنع الفعاليه للنادي الاهلي. وتخمه النجوم قدر الراجل يوظفها بشكل كويس لما جاب اشرف بن شرقي من ناحيه اليمين، واخد بالك، وجاب تريزيجيه ناحيه الشمال، وابتدى يبقى في شكل وفي هارموني ما بين العناصر اللي موجوده اللي احنا كنا قبل كده بننتقدها. النهارده احنا بنقول كلمه الحق قدام ربنا. الراجل كان المفروض ان احنا مستنيينه يبان بصماته مع فرقه كبيره ومع اجواء صعبه. النهارده لما بتلاعب فرقه من شمال افريقيا وما ادراك، مباريات على ملاعب زي المغرب، زي تونس، زي الجزائر، خارج ملعبك، بطل الدوري المغربي، لا خلينا نقول خارج ملعبك، الاجواء الجماهيريه اللي موجوده في الدول دي، تمام، اجواء مش اي مدير فني يدير مباراه في الاجواء دي، مش اي لعيبه، ومش اي لعيبه كمان يبقى عندها ثبات انفعالي، واخد بالك، داخل الاجواء الجماهيريه الكبيره والشغب والتشجيع المستمر 90 دقيقه. وممكن يكون فرقهم فنيا اقل، ممكن يكون الفرقه المصريه ساعات، بس احنا مش متعودين. الاجواء دي بتمثل لنا مشكله كبيره. الاجواء بتاعه شمال افريقيا بتمثل لنا احنا كالكره المصريه مشكله كبيره جدا، مش قادرين نتخلص من الموضوع ده، تمام. فالنهارده النادي الاهلي امبارح في اجواء غير طبيعيه، تمام، قدر يعني يشتغل، دخل فيه هدف، واخد بالك، من ضربه جزاء، واخد بالك. ويمكن انا هنا بقول يعني انا كنت قاعد بتفرج مع حد يعني، فبيقول لي ضربه الجزاء مش ضربه جزاء. قلت له يا اخي يعني 1000 واحد ليه طار معاك يا عتريس، يعني انت يعني قعد يضحك. ترمي واحده في النص بعد ما تمشي كويس، لازم ترمي. والله يا سيف
فقعد بص لي كده، يعني ايه؟ قلت له يا اخي اعتبرها واحده من بتاعت سيراميكا. يعني بص يا عتريس، انت ليك 1000 واحد ليه طار عندك، فالنهارده واخد بالك يعني ما كانتش ما تحبكهاش يعني. واخد بالك يا عم مش ضربه جزاء، واخد بالك وجايه في ايده كده يعني، واخد بالك بس خلاص اتحسبت. تمام. انت بقى كفرقه كبيره ارجع، واخد بالك. وبالفعل الاهلي عشان فرقه كبيره تمام فضل لاخر لحظه ورجع. والغريبه كمان اللي من اسوأ اللعيبه اللي كانت في المباراه هو اللي احرز الهدف. يعني تريزيجيه قبل الجون ما كانش اللي هو يعني ايه يعني حلوله واحد على واحد مش موجوده، كان متصربع شويه. يعني حتى كمان يعني فعالياته على الجون. خلي بالك يا سيف، احنا لما بنيجي ننتقد لاعب بننتقد لاعب فنيا جوه الملعب. احنا كنا قاعدين وشايفين المباراه، كان في ناس بصراحه بمنتهى الامانه مأديه دورها على اكمل وجه، وعلى راسهم زيزو اللي انا اول واحد بنتقده. زيزو كان كويس جدا تمام. دي غريبه، دي نقف عندها دي. كابتن ياسر راشد بيشيد بزيزو. ما انا يعني ده حدث. انا بقول لك انا راجل ديمقراطي وراجل فير. الحلو حلو والوحش وحش. احنا من بدايه اساسا شغلنا معاك يا سيف ان احنا بنقول الصح اللي فيما بعد الناس بتقول ايه والله كان عندك حق، واخد بالك. فانت النهارده لما تجيب تريزيجيه اللي المفروض يصنع الفارق ويصنع الفرق كويس قوي، وبعدين ايه ده واخد على الاجواء دي وعايشها، ولعب في تركيا ولعب في انجلترا في اجواء اصعب من دي كده كمان. بس هو كان بيجري كتير في حته الكره لما كانت تيجي في رجله ما كانش عنده. بص هو تملي من الناس اللي متصربعه. هو متصربع تملي من الناس اللي بتصربع. بس برضه واحد من الناس زي ما اتكلمنا في الجزيري اللي هو واحد من الناس في اي وقت هيحل لك في اي وقت هيجيب لك جول. وده التحرك بتاعه جوه الملعب ده يجي من بره لجوه. لا ده مش اي وينج يخش الدخله دي ويفنش كده. فده كواليتي برضه هيفيدك في الماتشات دي. فانا بشوف ان تريزيجيه لا في الملعب لازم تريزيجيه واحد من الناس اللي ما ينفعش تيجي جنبه. انا على فكره انا ما قلتش ان هو ما يبقاش موجود. احنا بنتكلم على حالته الفنيه في المباراه. اللي هو الكره في رجله كان المفروض يبقى فيه خطوره اكتر من كده على مدار ورغم كده عشان اصرارهم واصرار النادي الاهلي، وهي دي شخصيه النادي الاهلي وشخصيه الفرقه، وزائد شغل الراجل كمان بما يرضي الله. يعني الراجل عمل تغييرات اثمرت على هدف التعادل. يعني الراجل من اول دقيقتين محمد علي بن رمضان الراجل قاطع، واخد بالك، وعمل واحده. ده كان لو هو غشيم كان عاملها اوفر، واخد بالك. انما الراجل جاي عاملها على الارض، واخد بالك، عشان اللي جاي تريزيجيه. بص تريزيجيه عمل النموذج الامثل اللي فراوده ما تقدرش تعمله. يعني وهي بالطب الراجل سابها الطب وطاير وحاططها في العكسيه. كلنا واحنا قاعدين قلنا يا ابن اللعيبه لا هدف ولا اروع. تمام. انت شدني بزيزو وجريت على طول. ليه شفت زيزو؟ هو زيزو عمل مجهود كبير جدا. عمل يعني كان مالي نص الملعب، وكان عامل فعاليه وزياده عدديه للشق الهجومي في النادي الاهلي. ما كانش ليه دور يعني يمكن دور في التهديف قد ما هو في صناعه اللعب. كان يمكن هو يعتبر البلاي ميكر اللي بيلاعب الناس وبتاع الكلام ده كله. عجبك يعني؟ ابتدى زيزو يعني ينوع من لعبه، ينوع من ادائه، يعني يسيب حته القرانن وبتاع والحاجات اللي هي واخد بالك، يرفع الشورت وبتاع، يرفع الكورنر والحاجات دي. لا ابتدى ايه يعني يخش لجوه من القلب وياخد ويستلم برضه ويخرج من على الاطراف. لا زيزو كان عامل مباراه كويسه امبارح. لا ده اشرف ده الريس. كل يعني ماتش بنقول على نفس الكلمتين. اشرف يا سيف. اشرف معلش والله انا مش بذم في حد. اشرف ما يتقارنش لا بزيزو ولا بتريزيجيه. يعني اشرف الاول وبعد كده اي حد. تمام. العلامه استفهام بقى اللي انا كنت امبارح مستغرب لها حبيبي اللي انا بحب اساسا لعبه ديانج. امبارح ديانج كان في حاله من عدم الانضباط في باص كتير. يعني كان عنده ميس باص كتير وكان عنده حاجات. فيعني ايه برضو هل حته التجديد عند ديانج او تفكيره في البقاء والكلام ده كله مأثر عليه؟ الاهلي بصراحه بصمات الراجل الجديد لا ظهرت كمان في تغييراته. يعني هو الراجل عنده ثبات، واقف على الخط بيقرا الماتش، واخد بالك. عمل تغييرات زودت الفعاليه جوه الملعب.
فلا تعادل، يعني تعادل كويس، واخد بالك، خصوصا في الاجواء بتاعت شمال افريقيا. اقول لك على كام لعيب كده برضو تاني في اللعبه اللي احنا لعبناها قبل كده، وتقول لي عليه كل واحد بكلمه واحده. تعليقك عليه بكلمه من خلال مستوى الفتره الاخيره. اول واحد هنبتدي بيه مصطفى شوبير. مصطفى شوبير والله هو جون كويس والله، يعني انا والله العظيم جون كويس جدا، بس هو طبعا يعني بقول لك حراسه المرمى دي يعني عاوزه يعني واحد بقى بص صايع قوي، مدير فني صايع يقدر يعني يخليك في المستوى الكويس ده وانت قاعد بره. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان في ناس بتفتكر ان حراسه المرمى دي مخلد فيها، وانا بقول لك الشناوي الفتره اللي فاتت دي مصطفى شوبير يلعب عليه بالامانه. خلينا ناخد الكلمه، يلعب على الشناوي الفتره دي. هيلعب على الشناوي بصراحه. طيب بالرمضان حبيبك. اللي انت بتلعب ما هو بصراحه لا والله اقول لك على حاجه، هو الكره بتاعت امبارح اللي عملها بالعرض دي بجد يعني يمكن بصمه في 10 دقائق يعني. لا هو يعني عشان برضو نديله حقه، اتحرك كويس، وبعد ما اتحرك رفع وشه، ولما رفع وشه يعني ما عملهاش بالونه كده وخلاص، لا هو برضو ايه يعني استثمر خبراته، فهو لعيب يعني ان شاء الله كده بس يجي منه يعني. زيزو. والله لا تعليق، انا يعني يمكن انا زيزو حته المراهم وبتاع والحاجات دي. هو ممكن مثلا كل 6 اشهر يبقى عامل ماتش حلو يعني. تريزيجيه صاحب النادي برضه. صاحب النادي. ماشي. بن شرقي. لا ده الرئيس، ده العمده رفاعي، ده واخد بالك، ده المفروض ايه واخد بالك يقعد ماسك العصايه كده، واخد بالك، ده العمده يقعد في الدوار كل الناس تيجي تبوس ايده. والله ما بهزر، انا بقول اشرف بن شرقي يا عم الحاج ما تلعبش، والله ما بهزر، ما تلعبش، اقعد البس كده عمه ولاسه وبتاع والكلام ده، واول ما كل واحد واولهم زيزو كل الناس دي تيجي تمد ايدك بس. ابونا. قلنا لك بقى ده صاحب الكوره وصاحب النادي، ويعني لما هيرجع الواد ده لعيب كوره جامد قوي. امام عاشور لعيب كوره جامد قوي، واخد بالك، بس عارف انت هو لعيب كياد يعني، قاعد يبوس في الشعار وبتاع وكده، بهدل الدنيا يعني مع الزمالك. حاجات قديمه. محمد شريف. مين يجي؟ محمد شريف اقول لك على حاجه والله العظيم 3، هو في شغل في العاصمه الاداريه؟ يعني واخد بالك، امسك مدير عام مثلا في حاجه، واخد بالك، مدير مشروعات. هو الواد امور عينه يعني عينه حلوه وبتاع والكلام ده. الفراوده عاوزه برضه قاعد بيقعد يخربش وبتاع. اقول لك على حاجه، محمد شريف عمل واحده امبارح، لو هو من عينه حمدي نوح ومصعد نور، لا بعيد يا كابتن، والفراوده دي خلينا في اسامه ابو علي لسه. ما انا جاي لك اهو، اتعملت بالعرض، خدها بايه؟ عارف ده لو خدها بوش رجله، لو عمل كده وهي جايه كده، لو عمل كده بوش رجله لازم تروح هنا كده. النموذج ده عمله اشرف بن شرقي في الزمالك. النموذج تاني، اشرف بن شرقي لما خد الكوره، اشرف بن شرقي كفى وش رجله كده. الكوره بتاعت محمد شريف اللي اتعملت بالعرض دي هو عاملها ببطن رجله، ببطن رجلك لازم تطلع فوق، لازم تطلع، انما وش رجلك كده، وش رجلك كده جون. انا بقى كنت بحب اجيب الاجوان دي في الخماسي. والله وهي جايه كده اقعد اقلد حمدي نوح وهو بعمل كده. وكنت بخسر في الاخر. الواد عمرو كفته وشيكو كانوا بيقطعونا. انا فين وفين لما اجيب جون حلو زي ده كده، اقعد بقى امسك طبله بقى في البلد. شفت الجون اللي انا جبته؟ تقدر تجيب جوان زيه اهو كده، واخد بالك؟ يقول لي يعني انت خسران 8 مثلا. ومركز على الجون ده. يا اخي حاجه يعني نفضفض بيها. خلينا ننهي طبعا يا كابتن سريعا كده بسرعه من عند بطوله العرب اللي هتبتدي خلاص كمان يومين، واول ماتش للمنتخب يوم الثلاث مع الكويت. شايف منتخب مصر المحليين مع كابتن حلمي طولان ازاي؟ البطوله دي خلاص خلينا نقول بس يا سيف ان هي اتصنفت. يعني ايه اتصنفت؟ اتصنفت في قوتها التنظيميه اللي موجوده فيها،
زيها زي بطوله افريقيا، زي الامم بالظبط. ليه؟ تنظيميا ما انا جاي لك اهو بقى، تنظيميا وملاعب، واخد بالك، وفرق. انت بتتكلم في يعني مجموعه فرق رايحه، اولا جوائزها الماليه كبيره جدا، تمام، تنظيميا على اعلى مستوى، اعلى ملاعب. كاس العرب خدت شرعيه من الفيفا، واخد بالك، ان هي بطوله معتمده من قبل انفينيتو، عشان تبقى عارف. النهارده الفرق اللي رايحه ما تقوليش بقى محليين وفرقه تانية وفرقه مفيش حد راح محليين، هم مصر راح محليين. أيوة. تونس رايحه بالفرقه بتاعتها وانا برضو كمان كمسمى يا سيف، انا كمسمى يعني انا اللعيبه اللي رايحه، معلش يعني مع احترامي الشديد، كلمه محليين دي يعني ايه؟ ما كلهم لعبوا دولي قبل كده، وكلهم لعبوا منتخبات. هو عشان حسام حسن ما اخترقش، واخد بالك، اصبح ان انت بقى يعني محلي وبتاع، وقبل كده ما شفتش مثلا المنتخب ده قبل كده، ما رحتش معسكر، لا يا عم انت رحت ولعبت، واخد بالك، كلهم لعيبه دوليه، كلهم لعيبه دوليه. فكلمه محليين دي يعني خلينا نتنحى كده بيها شويه على جنب، ان البطوله ذات نفسها بطوله قويه جدا، واذا ما كنتش هتثبت نفسك فيها، واخد بالك، بقيمتك الكرويه، ان انت مصر، ان انت ما تزعلش مني يعني احنا في فرق هتلاقي مثلا فلسطين، وهتلاقي جيبوتي، وهتلاقي مش عارف مين لا، ده انا رايح اخد بطوله. ما تقوليش تمثيل مشرف، ما تقوليش اصل معلش اصل يعني دي فتره الاعداد، دي اي كلام في اي كلام. لا يا حبيبي، انت سمعه البلد وسمعه المنتخب وسمعه الكوره، انت واخد لعيبه، واخد بالك، انت واخد لعيبه كلها لعبت دولي، وكلها معلش يعني ده فيهم لعيبه ب 50 ب 60 مليون. محل ايه يا عم؟ محل ده لو هو بياخد 4 جنيه مثلا ولا حاجه، واخد بالك، محترفين، ما بياخدش وجبه مثلا ولا حاجه. ده انا مرنت لعيبه لو اكلتها بس تقول لي محترفين ولا تقول لي العفاريت. فيعني فالبطوله صعبه، البطوله فيها فرق رايحه الهدف منها ان هي تاخد البطوله، وفي نفس الوقت من البطوله اتصنفت، فاصبح بطوله قويه جدا 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 جدا. هتتفرج على كوره، هتتفرج على تنظيم، هتتفرج على، هيبقى فيها كوره اكتر من كاس الامم. فانا اتمنى ان كابتن حلمي طولان وجهازه اللي موجود يكون على قدر المسؤوليه، على قدر المسؤوليه في الدفعه المعنويه اللي واصله للعيبه الفتره اللي فاتت، ان لا، انت زيك زي المنتخب الاول بالظبط. انت البطوله الافريقيه، البطوله العربيه ما تقلش في نفس المستوى، وما تقلش في نفس الجوده والكواليتي اللي موجوده فيها. فمن هنا طيب للماتش يوم الثلاث مصر والكويت اول ماتش، والله طبعا يعني بنتكلم في المستوى والتصنيف اللي موجود في الفيفا. يعني كل الكره العربيه اتقدمت، سواء الاردن او قطر او خلينا، وبنحترم كل الناس، بس تاريخيا وفنيا ودوري بيتنظم في بلد، معلش كل الامور بترشحك، مع احترامي للدوري الكويتي ومع احترامي للفرقه الكويتيه. الفرقه كلها اتقدمت، احنا ابعد يعني تاريخ ده ما هو ده المفروض. ما في حاجات انت وراك يا كابتن، تاريخ محمي. الكلام ده على ارض الواقع، على ارض الواقع الناس لازم تبقى عارفه ان انا قبل الكره الاردنيه اتقدمت، الكره القطريه اتقدمت، الكره السعوديه اتقدمت، تمام، الكره الكويتيه تمام. فانا بقول ان ضربه البدايه تملي هي اللي بتدي الدفعه المعنويه، اديني نتيجه طبعا، وبتديك كمان ايه، وبتديك امل في الاستمراريه. طب اديني نتيجه الماتش خلاص كام تاني؟ هو انا يعني اتوقع ان مصر ممكن تكسب 2-0. 2-0. نتقابل بعد الماتش باذن الله يوم الثلاث، وشرفتنا يا كابتن، ودايما مبسوط كده بلقائك معانا. حبيبي يا كابتن سيف، وانا اللي تملي ببقى مبسوط في برنامج. يعني انا من وجهه نظري، يمكن قعدت في برامج كتيره جدا ومع مذيعين كتيره جدا، البرنامج بتاعنا يمكن هو برنامج فيه مصداقيه كبيره جدا، فيه سهوله في توصيل المعلومه، في ابتسامه، في ان احنا قاعدين في جو، في اريحيه. انا ببقى سعيد لما ببقى موجود مع سيف القواري. حبيبي والله يا كابتن، الله يخليك يا سيف. وخلي بس الناس اللي بتقعد تقول كابتن ياسر اهلاوي فبيضم ربنا، كابتن ياسر بيجي يقعد يشرب كوبايه النسكافيه يقول اللي يجي في دماغه، يعني هو ولا مرتب لده والله العظيم 3. يمكن هو حد يزعل مني في ان انا لما قلت امبارح لزميلي اللي قاعد على قهوه الفتوه،
بيقول لي ضرب مش ضربه جزاء، قلت له 1000 ملي طار عندك يا عتريس. فيعني ايه دعابه برضو الجمهور ده. حبيبي يا ابو جمال. حبيبي يا سيدي. اشوفكم حلقه جديده باذن الله بعد ماتش مصر والكويت يوم الثلاث. لو الحلقه عجبتك لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. شكرا يعني.